أنا كتبت مرة مقال عن تحريم لحم الخنزير في جريدة الأهرام، فاتصلت بي سيدة مسيحية وقالت أنا أشكرك على هذا المقال لأن ابني مصاب بأعراض كما تصفوها في المقال تماما. تقول والله أشعر بالديدان تتحرك تحت جلده وعجزنا عجزا كاملا في علاجه. يقول الدولة خصصت لنا آلاف الدولارات لعلاج هذا الطفل وابني يموت أمام ناظري ولا أستطيع أن أفعل له شيئا. كانت تستنجد بي هل أعرف بعض الأطباء في الخارج أو بعض أدوية توصل إليها في الخارج لعلاج مثل هذه الحالات. قلت والله أنا لست طبيبا وأرجو أن تتصل بالأطباء تستشيرون في هذا الأمر. فالحقيقة خطر الخنزير ناس كثيرة تجهله ولا تدرك يعني لماذا حرمه ربنا تبارك وتعالى. والذي يتأمل يعني أخطار الخنزير على الإنسان يرى ومضة من ومضات الإعجاز العلمي في تحريم لحم الخنزير ودهنه على الآدميين. أنت ما تأكل يعني هذا التعريف هو يعني هل ينطبق ذلك معنويا أيضا؟ يعني هل يأخذ الإنسان طباع ما يأكله يعني طبعا. عندما يكثر من الأعشاب، وهناك طبعا. من هم لا يأكلون اللحوم. نعم. تراهم ربما لهم صفات فيها من الرقة ويعني نحافة الأجسام ولين الطباع عن الذين يأكلون اللحوم حقيقة، أو يكثرون من أكل اللحوم منها. نعم نعم. هو التوازن مطلوب طبعا يعني بكل الأمور، كل الأمور، لكن المبالغة في أكل اللحوم ضر للإنسان ضرر بليغ. فإذا أكل أو أكثر من لحم الخنزير فقد يعني يتطبع ببعض طباعه. نعم نعم. ومعروف أن الخنزير حيوان لا نخوة عنده، لا يغار على أنثاه، يعني فيه من البلادة في الطبع يعني ما لا يتوفر لحيوان آخر. فالإكثار من أكل لحمه ودهنه قد يتسبب الإنسان في حمل بعض هذه الصفات، خاصة وأن لحم الخنزير مشبع بالدهون فهضمه صعب، وشحم الخنزير لا يهضم في جسم الإنسان فيبقى كما هو. فقد يحمل للإنسان من الشفرة الوراثية للخنزير ما يعني يصيبه ببعض الطباع التي ليست أصلا فيه. ولذلك نقول أن من أخطار لحم الخنزير أن شحمه لا يهضم، يبقى في جسم الإنسان كما هو. لحمه مشبع بالدهون، هذه الدهون دهون مشبعة صعبة الهضم جدا، أغلبها يبقى في جسد الإنسان. ولذلك بعض الذين يكثرون من أكل لحم الخنزير في كبر سنهم يأخذون هيئات مشوهة كثيرا، يعني قد تقترب في هيئتها من الخنزير في قباحته ويعني قبح منظره وحقيقة، وهذا عبرة يجب أن يعتبر بها الناس. نعم. دكتور النجار، يعني أتوقف عند التعبير القرآني لحم الخنزير، ويعني لم يقل ربنا سبحانه وتعالى حرمت عليكم الميتة والدم والخنزير، يعني نعم. ولحم الخنزير. نعم. لماذا خص اللحم بالذكر؟ لماذا؟ نعم، لأن الله يعلم أن الشحم يعني قد يكون صعب على الإنسان أكله، وفعلا يصعب أكله على الإنسان لأنه لا يفضل. الشحم قد يستفاد به في بعض الصناعات. أخونا الكريم والأستاذ الفاضل الدكتور يوسف القرضاوي له من فتاواه أن شحم الخنزير إذا استخدم في بعض القضايا الصناعية يعني لا نجاسة فيه. جلد الخنزير إذا دبغ دباغة كاملة، شعر الخنزير إذا طهر واستخدم لا بأس في ذلك. فأقول الحقيقة يعني وهنا هذه تبقى قضية خلافية وفيها من يعني ليس الفتوى الشرعية ولكن شيء من التعبد لله تعالى بأن يحرم الإنسان على نفسه طبعا أي مشتقات الخنزير. يعني ما لا يعني هو يقول دكتور يوسف حفظه الله يقول أن التحريم نزل للحم الخنزير لم ينزل لشيء كما تفضلت الآن، يعني لم يقل حرم عليكم الخنزير، قال لحم الخنزير. الميتة ولحم الخنزير. باقي القضايا يعني قد يرى فيها بعض الفقهاء أنها لا ضرر منها، يعني إذا أتي إلينا من الغرب بفرشاة مثلا معمولة من شعر الخنزير لا نجاسة فيها. إذا أتي لنا بشمع معمول من دهن الخنزير لا نجاسة فيه. لكن نحن لا نربي الخنازير في بلادنا كمسلمين ولا ننصح باقتنائها ولا بالتعامل معها، لكن الإعجاز هنا جاء لتحريم لحم الخنزير وليس الخنزير ككل،
لأن الله يعلم في علمه أن بعض الناس سيربون الخنازير وسيستخدمونها في بعض الصناعات التي قد تصل إلى الدول الإسلامية. وسريعا دكتور النجار، الوقت يداهمنا، نتوقف عند التعبير القرآني وما أهل لغير الله به، وبقية الآية والشاهد منها في موضوع حلقة اليوم. القرآن الكريم يؤكد على أهمية ذكر اسم الله على كل ما يذبح. وهناك تجربة رائدة قامت بها مجموعة من علماء الطب والطب البيطري والصيدلة والعلوم في سوريا الشقيقة، وهي من النماذج الرائعة لتحقيق الإعجاز العلمي في القرآن الكريم، كما أشرنا إلى نموذج السودان ونموذج المغرب. هذه المجموعة قامت بالتعامل مع قطيع من الأغنام في نفس المزرعة، وذبحوا بعض الأغنام دون أن يذكر اسم الله عليها، وبعض الأغنام بعد الذكر اسم الله والتكبير. وبدراسة اللحم تحت المجهر ثبت أن لحم الحيوان الذي ذكر عليه اسم الله خالي تماما من الدماء، خالي تماما من الجراثيم، بينما الذي لم يذكر عليه اسم الله مليء ببقايا الدماء والعديد من الجراثيم. ويقول أحد الإخوة الكرام المتحدث يعني باسم هذه المجموعة، الأستاذ الدكتور فؤاد نعمة، الأستاذ بكلية الطب البيطري بجامعة دمشق، يقول أنه لاحظ أن الحيوان الذي يذكر على ذبحه اسم الله يختلج اختلاجا شديدا، فينفض كل ما فيه من دماء وينفض كل ما فيه من مسببات الأمراض، ولذلك يطهر لحمه. بينما الذي لا يذكر عليه اسم الله لا يختلج هذا الاختلاج، فيبقى في دمه ولو أنه مذبوح بالطريقة الإسلامية، لكن لا يبقى في جسده بعض الدماء وبعض مسببات الأمراض. سبحان الله. وسريعا بقية المحرمات ينطبق عليها حكم الميتة وحكم الدم الذي ذكرناه، الخنق، الوكز، كله يعني ينطبق عليه هذا الحكم، يعني فيما عدا إلا ما ذكيتم، إلا إذا لحق الحيوان وذبح وفيه بقية من الحياة يعني يصبح حلالا. نعم. وطبعا نعلم أن الغرب أغلب طعامه من حيوانات ميتة، لأنهم يقظون هذه الحيوانات، يعني يلقون ثقلا كبيرا على رأس الحيوان بدعوى الرحمة أنه يفقدونه الحس، وقد يموت الحيوان قبل أن يذبح، أو يصعقونه صعقا كهربائيا. ووجدت أنا على شبكة المعلومات الدولية استغاثات من كثير من العلماء من خطورة طريقة الذبح الغربية التي يتخيلون أن فيها رحمة بالحيوان، وهي فيها قسوة ما بعدها قسوة، وأخطار على حياة الإنسان ما بعدها أخطار. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، يعني نعم. طلبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم. بالإحسان إلى المذبوح، إلى هذه الأنعام. وثابت علميا أن إذا قطعت الوريد في الحيوان لا يشعر بألم، لكن إذا وقذته بثقل كبير في رأسه أو بصعق كهربائي يشعر بالألم أكثر 1000 مرة من ذبحه الذبح الشرعي.